بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكل عشاق دورينا ومحبي الكرة المستديرة. أهلا ومرحبا بكم على المحبة، نلتقي حيثما كنتم وحيثما تتابعون عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، هنا من قلب ذي قار النابض بالجمال، هنا من أرض الحضارة والتاريخ، من على أرضية هذا الصرح الرياضي الكبير، ملعب الناصرية الدولي الذي يتزين بأجمل حلة ويهتز بمدرجاته الشاهدة على الشغف العراقي الأصيل. اليوم من أرض سومر والزقورة الستار يسدل والأنفاس تحبس والقلوب تخفق. اليوم هو يوم الختام، مسك الختام لقطار دورينا الذي مر بمحطات ومحطات، واليوم يصل إلى محطته الأخيرة، مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، مواجهة العزيمة والإصرار، نادي الغراف بشعاره وعزيمته وجماهيره الوفية التي تقف خلفها دائما، يبحث عن مسك الختام وإثبات الذات في هذه الموقعة الكبيرة. ولكن الحذر كل الحذر، فالمنافس ليس بالخصم السهل. فرسان المملكة نادي نفط ميسان القادم بطموح الكبار وعين على النقاط الثلاث، ليؤكد أنه رقم ثابت في دور النجوم عندما يلتقي الطموح بالملعب وتسير الأقدام على عشب الناصرية الدولي. تسقط كل التوقعات وتتكلم الأقدام فقط، أجواء مثالية، طقس رائع، مدرجات تشتعل بالهتافات. لمن ستكون الكلمة العليا الليلة في هذه الأمسية الرائعة الجميلة الختامية في دور النجوم؟ هل سيعزف الغراف لحن الانتصار وسط الديار، أم لنادي نفط ميسان رأي آخر ليعود بنقاط الفوز إلى العمارة ومحاولة إثبات الذات وأن يكون رقم ثابت في دورنا؟ ابقوا معنا واربطوا الأحزمة، دقائق من الإثارة والمتعة والتشويق بانتظارنا. هنا بصافرة الحكم علاء سعد هو من يقود هذه المباراة في هذه المواجهة المرتقبة والمنتظرة في ختام دورينا، الجولة 38 من موسم 2025-2026 هنا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي التي تقدم لكم صورة حصرية وصورة جميلة وبهية. 5 مباريات في توقيت واحد ونقل مباشر لأحداث دورينا في هذا اليوم الحاسم من دورينا في الجولة الختامية. صراع موجود في صدارة الدوري، صراع موجود في المراكز المتأخرة في جدول الترتيب. نحن نستمتع، نحن نشاهد مباريات دورينا والإثارة مشتعلة بين مراكز جدول الترتيب، بين هذا وذاك. نحن بانتظار صافرة البداية أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، ننتظر صافرة الحكم لينطلق لنا بهذه المباراة، بهذه المواجهة المرتقبة في ختام دورنا في هذا الموسم. بانتظار صافرة البداية تقبلوا تحياتي يوسف جميل معلقا واصفا على أحداث هذا اللقاء. بسم الله على بركة الله. صافرة البداية أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، نادي نفط ميسان على يمين الشاشة، بينما نادي الغراف صاحب الدار هنا في ملعب الناصرية على يسار الشاشة. صافرة الحكم علاء سلام تأتي وتنطلق بهذه المباراة، بينما يساعد كرار أحمد مساعد أول، أحمد سلام مساعد ثاني، أمجد كامل حكم رابع، بينما مهند مناف ورضا عباس حكام في غرفة الفار. هكذا هو الطاقم التحكيمي الذي سيقود هذه المباراة في هذه المباراة المرتقبة والمنتظرة في ختام دورينا في هذا الموسم. كرة لمصلحة نادي نفط ميسان، يلعب الكرة طويلة للأمام ولكنها أقرب لدفاعات نادي الغراف عن طريق أحمد ناظم والإبعاد. بالنسبة طبعا نبدأ بتشكيلة الضيوف. نادي نفط ميسان بقيادة المدرب الكابتن علي عبد الجبار، يدخل بحراسة المرمى أمجد رحيم، سواليو واتارا، ومحمد سلام، مصطفى محمد، مصطفى عبد الجليل، وناثانيال نيل نانغولو، وديمي داوود، كريست ميرفوتز، رضا محمد، فقار عبد، ونسيم صيود. هكذا هي تشكيلة وكتيبة نادي نفط ميسان في هذه المباراة. على الجانب الآخر نادي الغراف
بقيادة الكابتن قحطان شثير، يدخل بحراسة المرمى مجتبى محمد، كذلك لدينا علي خالد، أحمد الناظم، سلمون تشارلس، منتظر ستار، مصطفى كوناتي، أمير عبد الله، حسن داخل كشاش، وعباس فوزي، البشير الغرياني، وأحمد الحضري. هكذا هي تشكيلة وكتيبة نادي الغراف، هذا الفريق الذي يقدم لنا حقيقة موسم كان جميل جدا في هذا الموسم بالنسبة لجمهور الغراف وجمهور الناصرية عموما، التي يعني شجعت هذا الفريق منذ بداية الدوري لكونه هو الممثل الوحيد لمحافظة الناصرية. لا شك في ذلك، الجماهير دائما تشجع من يمثلها. على الجانب الآخر نادي نفط ميسان هو أمل ميسان، والجماهير الميسانية أيضا تنتظر من هذا الفريق البقاء في الدوري ليمثل محافظة ميسان الكبيرة من خلال الموسم القادم. لا شك في ذلك، هناك صراع موجود وقوي في المراكز المتأخرة بين نادي نفط ميسان ونادي أمانة بغداد. نفط ميسان في حالة الفوز في مباراة اليوم سيضمن البقاء في دوري النجوم. كرة محاولة وخطيرة، فرصة جول، الله! الإعصار الميساني بدأ، الهجمات الميسانية بدأت الآن. فرصة أولى، ولكن مجتبى محمد يتألق بفرصة أولى كانت خطيرة لنادي نفط ميسان. الفرصة لا زالت مواتية، ولكن الغراف دائما بأهازيج الجماهير التي دائما تشجع وتؤازر بشغف وحماس كبير هنا في ملعب الناصرية، هذا الملعب الرائع الذي يحتضن هذه المباراة ويحتضن مباريات الغراف في هذا الموسم. هنا حارس مرمى نادي نفط ميسان أمجد رحيم، كرة لمصلحة نادي نفط ميسان، سواليو واتارا، يعود الكرة بالخلف. لا شك في ذلك، مباريات مهمة، مباريات رائعة في ختام دورينا في هذا اليوم، مباريات مهمة. أربيل مع نادي أمانة بغداد، لدينا أيضا النادي الكهرباء سيواجه نادي القرمة، وكذلك لدينا نادي الشرطة سيواجه نادي الميناء، كذلك القوة الجوية بمواجهة زاخو. يا لها من مباريات، يا له من يوم في ختام دورينا، والمتعة بالتأكيد للمشاهدين، لمن يجلس خلف الشاشات هو يتابع 5 مباريات مثيرة، 5 مباريات فيها تنافس، فيها إثارة. كرة لمصلحة نادي الغراف، يلعب الكرة ينقلها من هناك على جهة اليسار. هسه نشاهد هدف مبكر يأتي مع بداية هذه المباراة ويشعل فتيل المباراة ويحرك المدرجات، يحرك الجماهير الجالسة خلف الشاشات. هذه كرة، ولكن أمجد رحيم ويبدو هناك ربما في حالة تسلل، ربما هنا منتظر ستار في اللقطة الماضية. كرة عند ديمي داوود، ينقل كرة. الأجواء يعني حقيقة ممتعة، أنه أنت تلعب في ملعب الناصرية في هذا المستطيل الأخضر، في هذا الموج الجماهيري الرائع هنا على مدرجات ملعب الناصرية. كل شيء يساعد على لعب كرة قدم جميلة، كرة قدم حقيقة ننتظر ونتأمل أن نستمتع بأحداث هذا اللقاء، هو كذلك بالنسبة لنفط ميسان. هذا ديمي داوود، يا سلام، هذه فرصة جول، فرصة الهدف، كرة خطيرة، الله! على نفط ميسان خطير. نفط ميسان واضح الرغبة والجدية في أحداث هذا اللقاء. فقار عبد كاد أن يأتي بالبشرى للجماهير الميسانية، وهنا التوجيهات مستمرة للكابتن قحطان شثير، وهو حقيقة يؤازر وأيضا يوجه بالتعليمات لفريق الغراف. لاحظ هذه اللقطة ولاحظ التمريرة من بين المدافعين، هل كانت فيها حالة تسلل؟ هنا فقار انطلق، فقار سدد، لكن في الأخير الكرة مرت بأمان وسلام على مرمى الغراف. لا شك في ذلك، نفط ميسان يبحث عن فوز، يبحث عن انتصار من خلال أحداث هذا اللقاء. بالنسبة للكابتن علي عبد الجبار الذي تحدث أنه وبارك لفريق الغراف بعد أن بقي في دور النجوم في هذا الموسم، وهو قال يستحق ذلك. بالنسبة للكابتن علي عبد الجبار الذي تحدث في المؤتمر الصحفي وقال سنلعب بخيار الفوز لا غير، لأن المباراة مصيرية.
ونطالب الجماهير الميسانية الحضور والتشجيع والمؤازرة، وبالتأكيد هناك جماهير ميسانية كبيرة جدا جاءت وحضرت وتساند فريق نفط ميسان من خلال هذه المباراة. هناك في حالة تسلل في اللقطة الماضية نفط ميسان خطير في الدقائق السبعة الأولى من أحداث هذا اللقاء مع بداية المباراة، لا شك في ذلك. لاحظ هنا هذه الكرة كانت لمصلحة نادي الغراف، بينما الحكم المساعد رفع رايته بوجود حالة تسلل. كرة من جديد لمصلحة نادي الغراف على جهة اليمين، محاولة الانطلاق والتقدم، ولكن التغطية الدفاعية حاضرة. ديمي داوود ينقل كرة ولكن عادت من جديد لمصلحة أحمد ناظم. ينطلق أحمد من هناك، يبحث عن فراغ، يبحث عن ثغرات، محاولة صناعة فرصة جديدة، محاولة إفراح الجماهير نادي الغراف هنا الحاضرة في الملعب. هذه كرة خطيرة ولكن مرت من هناك إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. هذا أحمد الحضري، واحد من الأسماء المميزة جدا بتشكيلة نادي الغراف. لاحظ هذه اللقطة وهذه النقلة بشكل رائع جميل، استقبال ممتاز، ولكن في الأخير مرت بأمان وسلام. التغطية كانت ممتازة لسوالي واتارا. كرة من جديد على جهة اليمين لمصلحة نفط ميسان، يعود الكرة بالخلف. الأجواء رائعة، أجواء جميلة حماسية موجودة في أرضية الميدان هنا في ملعب الناصرية. ملعب الناصرية هذا الملعب الرائع، الملعب الذي تم افتتاحه بين رواد المنتخب الوطني وكذلك رواد الناصرية. كرة من جديد لمصلحة نادي الغراف، كل جماهير الناصرية تشجع وتؤازر نادي الغراف في هذا الموسم. كرة بالراس من جديد، كرة لمصلحة نادي نفط ميسان، محاولة صناعة فرصة جديدة. ينقل كرة أمامية كريست ميلفز إلى ديمي داوود. ديمي عند الكرة ينقل، يا سلام الله على نقلة ممتازة فقار. هذه كرة خطيرة ولكن كالعادة لاحظ ديمي داوود اليوم. ديمي داوود يقدم كرات على طبق من ذهب للمهاجمين لفقار عبد في اللقطة الماضية، وحتى في اللقطة اللي كانت مع بداية المباراة بالنسبة لديمي داوود يقدم كرات ذهبية رائعة. كرة من جديد لمصلحة نادي الغراف. الأجواء في الملعب رائعة، أرضية الملعب تساعد بشكل كبير على لعب كرات أرضية قصيرة. وجماهير الناصرية التي دائما عودتنا على الحضور والتشجيع والمؤازرة هي لا تشجع فقط الغراف، هي تستمتع بكرة القدم. هذه الجماهير وحضورها في الملعب هو بسبب الحب والشغف بكرة القدم. هو اليوم في ختام الدوري، وبالتالي يأتي للملعب يستمتع بأحداث كرة القدم هنا في ملعب الناصرية، شيء مختلف عن باقي الملاعب. هذا ما شاهدناه، هذا ما تابعناه في هذا الموسم بالنسبة لملعب الناصرية ولجمهور الغراف ولجمهور الناصرية عموما. الكرة مرت وغادرت إلى خارج أرضية الميدان، بينما هنا الجمهور الميساني، الله على لوحة إنسانية غاية بالروعة. الحضور، التشجيع، المؤازرة، الحب لفريق يمثل محافظة ميسان، والأمل، كل الأمل أن يبقى هذا الفريق في دور النجوم. بالنسبة للجماهير الميسانية التي دائما تنتظر المزيد والمزيد من هذا الفريق الذي يمثل هذه المحافظة. كرة مرت إلى رمية تماس. أحمد الحضري من الأسماء المميزة موجودة بتشكيلة الغراف. الكرة عادت من هناك لمصلحة نادي الغراف، ينقل كرة أمامية على جهة اليسار، محاولة الانطلاق واختراق الدفاعات الميسانية، ولكن لا زال من هناك مصطفى محمد يحاول السيطرة، يحاول لعب كرة عرضية. هذه خطيرة لمصلحة نادي الغراف، لا زالت خطيرة. يحاول الغراف مع بداية المباراة لتسجيل هدف وتحريك المدرجات وإشعال فتيل المباراة، وبالتأكيد نفط ميسان لا يريد أن يخسر هذه المباراة، لأن هناك مباراة بالنسبة لأمانة بغداد مع نادي أربيل.
كرة من جديد، لا زالت الكرة قطعت، عادت بالخلف. مباراة الذهاب كانت في الجولة الثالثة هناك في ملعب ميسان، وتلك المباراة انتهت بفوز الغراف بهدف مقابل لا شيء. في تلك المباراة سجل حيدر حسين هدف المباراة الوحيد، حينها فاز نادي الغراف بهدف. لكن مباراة الأياب هنا في ملعب الغراف في ملعب الناصرية، لمن ستكون الغلبة في إحداث هذا اللقاء؟ يلعب الكرة عالية، استقبال ممتاز، كرة بالراس، عادت من جديد لديمي داود، دائما نظرة ممتازة للأمام، يا سلام، هذه كرة خطيرة، ولكن حارس المرمى يتألق، حارس المرمى مجتبى محمد بحضور ممتاز، وهناك راية أيضا مرفوعة بوجود حالة تسلل. ولكن الله على ديمي داود وما يقدم مع بداية المباراة، يمتلك نظرة ممتازة في الميدان، هناك تكنيك ممتاز بين النظرة للمباراة وبين أقدامه التي حقيقة كرات سحرية من بين المدافعين، ممكن قد تكون هي الحل لنادي نفط ميسان. لاحظ هذه نظرة واحدة نقل الكرة بشكل ممتاز، ولكن حارس المرمى وصل لها مجتبى محمد. كرة من جديد لمصلحة نادي الغراف على جهة اليسار لأحمد ناظم، يلعب الكرة أمامية لكشاش، يا سلام، محاولة المرور، هذه كرة خطيرة لمصلحة الغراف يبحث عن الأهداف، هذه كرة خطيرة عرضية، ولكن الإبعاد، وهنا هجوم معاكس، ارتداد سريع لمصلحة نادي نفط ميسان، ولكن في الأخير وصلت عند حارس المرمى مجتبى محمد الذي سبق والمثل نادي نفط البصرة. الكرة من جديد عادت لمصلحة نادي الغراف، تمريرات، محاولة صناعة فرصة جديدة، ينقل الكرة على جهة اليسار لمصلحة أحمد ناظم. نادي الغراف هذا الفريق الذي حقيقة في أول موسم في دور النجوم ترك بصمة للمتابعين، ترك بصمة للمشاهدين، لكل من يتابع دورنا في هذا الموسم الماضي كان في الدور الممتاز، وكان في المركز الثاني خلف الموصل البطل. هذه كرة خطيرة لمصلحة نفط ميسان، هنا تسديدة ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب. هذه الفرص الميسانية تتكرر في الربع الساعة الأولى. تسديدة كانت من محمد سلام، لاحظ هذه اللقطة، هنا التحضير، هنا التسديد، لكن سدد في الأخير، مرت بأمان وسلام على مرمى الغراف. محمد سلام، كرة مرت بسلام على مرمى الغراف، لكن نفط ميسان واضحة جدا الرغبة والجدية في محاولة تحقيق الفوز والانتصار. وأكيد جماهير جاءت هنا في الناصرية، بالنسبة أيضا لجماهير الغراف، هذه الجماهير الرائعة، جماهير جاءت من أقضية ونواحي الناصرية، جاءت من الرفاعي والشطرة وسوق الشيوخ والجبايش والفهود والدواية وسيد دخيل والإصلاح والغراف وقلعة السكر. جماهير الناصرية عموما تشجع نادي الغراف، هو ممثل الناصرية، هو ممثل ذي قار، هو ممثل مدينة سومر والزقورة في دوري نجوم العراق. كرة من جديد لمصلحة نادي نفط ميسان، حسن الشاهد، هدف ميساني يأتي في الربع الساعة الأولى، هذه تسديدة لكن مرت بعيدة تماما عن كل آمال وطموحات الجماهير الميسانية. تسديدة كانت من رضا محمد، سدد في اللقطة الماضية، مرت وغادرت بأمان وسلام على مرمى مجتبى محمد. لاحظ هنا التسديدة مرت ووصلت إلى مدرجات ملعب الناصرية. هنا مجتبى أو رضا محمد في اللقطة الماضية، تلعب الكرة عالية لمصلحة نادي نفط ميسان، كرة عادت في وسط الميدان مرة أخرى بالرأس،
عادت عند حارس المرمى. تحضير ممتاز، يا سلام لفرسان المملكة. يحاول فرسان المملكة من خلال الشوط الأول أن يحقق تقدم. هذه كرة خطيرة لمصلحة نفط ميسان. الله، هذه المرة ديمي داوودة أراد أن يأخذ الكرة بنفسه، سدد هذه اللقطة ولكن وصلت عند حارس المرمى. لاحظ هنا ديمي داوودة أراد هذه المرة أن هو يسدد، أن هو يصل إلى المرمى بعد أن لعب كرات جميلة في اللقطات الماضية من بداية المباراة، لكن هذه المرة يريد أن يأخذ هو المبادرة. هو أراد وسدد ولكن في الأخير وصلت عند حارس المرمى. نفط ميسان حقيقة أفضل هجوميا مع بداية هذه المباراة في الدقائق 17 دقيقة الأولى من أحداث الشوط الأول من هذه المباراة. كرة على جهة اليسار لمصلحة نادي نفط ميسان، عادت لمصلحة نادي الغراف. يلعب الكرة عالية للأمام ولكنها أقرب اللي في اللقطة الماضية لناثانيل نانغولو المحترف الكاميروني. هنا أمجد رحيم الذي سبق وأن مثل الكهرباء. كرة من جديد لمصلحة نادي نفط ميسان. صاحب الدار نادي الغراف فاز ب11 مباراة في هذا الموسم. 11 مباراة فاز بها نادي الغراف في هذا الموسم. فاز في أول 3 مباريات في هذا الموسم، فاز على الموصل بهدف وب3 أهداف لهدف على الكهرباء. لكن هنا الجماهير، هذه الجماهير لا يمكن أن نعلق ونتركها بدون تعليق. هذه الجماهير رائعة، محبة وعاشقة لكرة القدم، جماهير ميسانية التي تشجع نادي نفط ميسان دائما في السراء والضراء وتنتظر لهذا الفريق أن يبقى في دور النجوم. كرة عادت بالخلف. الغراف كما قلت الذي فاز في المباريات ال3 الأولى على الموصل والكهرباء وعلى نفط ميسان أيضا في مباراة الذهاب، كذلك الفوز على نادي النفط والنجف. فاز على النجف بثلاثية في الجولة 13، كذلك الفوز على نادي أمانة بغداد ب3 أهداف لهدفين، كذلك الفوز على التوالي على الميناء، وفوز كان مثير ودراماتيكي على نادي دهوك ب4 أهداف ل3. كانت في الجولة 19 في ختام المرحلة الأولى. تلك المباراة التي لا تنسى حقيقة بالنسبة للجماهير نادي الغراف. هذه فرصة محاولة للأمام، لا زالت الفرصة مواتية، محاولة صناعة فرصة جديدة بالنسبة لمنتظر ستار. هذه كرة خطيرة، لمسة، محاولة التسديد، سدد هذه اللقطة ولكن في الكرة الماضية لا زالت عادت لمصلحة ديمي داوود. عائد للخلف يستلم الكرات، يحاول نفط ميسان اللعب على الهجمات العكسية والهجمات المرتدة، محاولة صنع الفارق من خلال هكذا كرات واستثمار تقدم لاعبي نادي الغراف إلى المنطقة المتقدمة، وبالتالي يحاول نادي نفط ميسان استثمار هذا التقدم وتسجيل الهدف. كرة لمصلحة نادي نفط ميسان. المباريات التي فاز بها نفط ميسان أيضا الفوز على نادي النجف أيضا في الجولة 25 بهدف نظيف، كذلك الفوز على نادي القاسم ب5 أهداف لهدف، كذلك الفوز في المباراة الأخيرة. الغراف قادم من فوز على نادي أمانة بغداد ب3 أهداف لهدف، بينما نادي نفط ميسان قادم من خسارة من أمام الصقور، من أمام الجوية بهدفين مقابل لا شيء. كرة من جديد. الغراف فاز ب11 مباراة، بينما نادي نفط ميسان الضيوف فاز ب10 مباريات في هذا الموسم. نفط ميسان فاز ب10 مباريات، فاز على نوروز في الجولة الثانية بهدفين لهدف، كذلك الفوز على نادي النجف ب4 أهداف لهدفين، كذلك الفوز على نادي النفط بهدفين لهدف، كذلك فاز نادي نفط ميسان على نادي القاسم في الجولة 18
بهدفين لهدف. بعد ذلك الفوز على نادي أمانة بغداد بهدفين لهدف. وفي الجولة 26 نفط ميسان أيضا فاز على الميناء بهدف نظيف، والفوز على التوالي على الكهرباء ب3 أهداف لهدف. بعد ذلك الفوز على نادي النجف بهدفين لهدف، والفوز على النفط بثلاثية، والفوز في الجولة قبل الأخيرة في الجولة 36 فاز نفط ميسان ب5 أهداف مقابل هدفين لنادي القاسم. هكذا هي المباريات التي انتصر بها كلا الفريقين في هذا الموسم. كما قلت صاحب الدار الغراف فاز ب11 مباراة، بينما نادي نفط ميسان فاز ب10 مباريات في هذا الموسم. مرة أخرى لمصلحة نادي الغراف، مرة إلى تماس، رمية جانبية لمصلحة عباس فوزي، منتظر ستار، كرة لمصلحة حسن داخل كشاش، يعود الكرة بالخلف، حذاري من الأخطاء التي يحاول أن يلعب عليها نادي نفط ميسان واستثمارها بالشكل الأمثل. هذا الواضح في الصورة البشير قريان محترف بصفوف نادي الغراف. كرة لمصلحة نادي نفط ميسان، يعود الكرة بالخلف، تأني وصبر بصناعة الفرصة من الخلف والتقدم بها للأمام. مصطفى عبد الجليل ينقل كرة أمامية لكنها مقطوعة. يا سلام الله على حركة لعب ممتازة وخطيرة، لا زالت محاولة، ولكن مرة أخرى الحضور الدفاعي لدفاعات نفط ميسان. لا زالت الفرصة مواتية لنادي الغراف، جماهير تهتف في مدرجات ملعب الناصرية. لا زالت هنا كرة عرضية وخطيرة، ولكن في الأخير أمجد رحيم كرة وصلت عند حارس مرمى نادي نفط ميسان. حديث عن نادي الغراف الذي تعادل في 11 مباراة تعادل بها نادي الغراف في هذا الموسم، بينما نادي نفط ميسان الضيوف تعادل في 9 مباريات في هذا الموسم. لكن لدينا فرصة، هذه كرة ولكن سرعان ما تقطع الكرات وبالتالي تعود من جديد عند حارس المرمى. مرة أخرى على جهة اليمين، 11 مباراة أو بالنسبة 11 مباراة تعادل بها نادي الغراف في هذا الموسم. تعادل مع القاسم ومع الجوية ومع زاخو والزوراء، كذلك تعادل مع أربيل ونادي دهوك ومع الموصل وديالة ومع الكرخ والكهرباء. آخر تعادل للغراف كان في الجولة 36 في الجولة قبل الأخيرة، والتعادل بهدفين لهدفين. على الجانب الآخر نادي نفط ميسان الذي تعادل في 9 مباريات، لكن لدينا كرة لمصلحة نادي الغراف. هل فيها شيء جديد؟ لكن دائما تقطع الكرات في الثلث الأمامي، ونفط ميسان يحاول ينقل كرة على جهة اليمين لمصلحة نادي نفط ميسان، يحاول لعب كرة أمامية ولكن بالراس والإبعاد. الكرة لا زالت عادت من جديد لمصلحة لنادي الغراف، لأبناء الناصرية يحاولون، أبناء ذي قار، أبناء سومر. يا سلام محاولة المرور، ولكن في اللقطة الماضية اللي كانت للبشير الغرياني في اللقطة الماضية فرصة لالتقاط الأنفاس وشرب المياه بسبب طبعا ارتفاع درجات الحرارة، ختام دورينا في شهر حزيران. بالنسبة لنادي نفط ميسان الذي تعادل ب9 مباريات في هذا الموسم، تعادل نفط ميسان مع دهوك بهدفين لهدفين، تعادل مع الموصل، تعادل مع ديالة، تعادل مع الزوراء والكرخ بتعادل على التوالي، وكذلك حتى مع نادي أربيل
نادي نفط ميسان لديه 3 مباريات تعادل بها على التوالي، لكن هذه الفرصة وهذا التصدي اللي كان مع بداية المباراة، ولكن حارس المرمى الذي أبدع وتألق بلقطة كانت خطيرة لنادي نفط ميسان، وهنا ديمي داوود الذي سدد والحارس تألق أيضا. كذلك تعادل نفط ميسان مع الموصل ومع القرمة بهدف لهدف. يعني في الجولة 35 نفط ميسان تعادل مع القرمة 1-1، ونادي الغراف أيضا في نفس الجولة 35 أيضا تعادل مع الكرخ، لكن الغراف تعادل مع الكرخ، والكهرباء بعد ذلك فاز على نادي أمانة بغداد ب3 أهداف لهدف، بينما نادي نفط ميسان تعادل مع القرمة 1-1، فاز على نفط ميسان 5-2، ولكن خسر في المباراة الأخيرة أمام القوة الجوية بهدفين مقابل لا شيء. كذا هي حصيلة الفريقين، بينما الغراف الذي خسر في 15 مباراة خسر الغراف في هذا الموسم. طبعا آخرها كانت الخسارة من أمام الشرطة في الجولة 34، بينما نادي نفط ميسان الضيوف خسر في 18 مباراة، آخرها كانت مع الجوية بهدفين مقابل لا شيء. نادي الغراف لديه 44 نقطة، بينما نادي نفط ميسان لديه 39 نقطة. حاول نفط ميسان لا يخسر في مباراة اليوم، أن يحقق نتيجة إيجابية. حاول نفط ميسان اليوم ب 39 نقطة في حال تساوي النقاط بين نادي نفط ميسان ونادي أمانة بغداد. نادي أمانة بغداد يمتلك أفضلية على نفط ميسان بسبب طبعا فارق الأهداف في المواجهات المباشرة، وبالتالي يحاول نفط ميسان أن يلعب هذه المباراة بحذر وأن لا يخسر من خلال مباراة اليوم. مباريات حساسة، مباريات مهمة في هذه الجولة. لدينا هناك القوة الجوية متقدم بهدفين على زاخو. الشرطة متعادل تعادل سلبي مع الميناء، وتعادل سلبي أيضا هنا بين نادي الغراف ونفط ميسان، وتعادل سلبي أيضا هناك بين نادي أربيل ونادي أمانة بغداد. هذه المباريات مهمة. هذا التعادل يبقي الجدول على ما هو عليه ويجعل نادي نفط ميسان هو الباقي وأمانة بغداد في المركز 18. لكن هذه الجماهير الرائعة المحبة والعاشقة لكرة القدم جاءت ليس فقط لتشجع نادي الغراف، بل لكي تستمتع بعالم كرة القدم وبعالم الكرة المستديرة. وفي ختام دورنا الأجواء جميلة هنا في ملعب الناصرية، جماهير رائعة جاءت من أقضية ونواحي الناصرية، من الرفاعي والشطرة وسوق الشيوخ والجبايش والفهود والدواية وسيد دخيل والإصلاح والغراف وقلعة السكر. على الجانب الآخر جماهير ميسان أيضا جاءت من أقضية ونواحي ميسان لتشجع نادي نفط ميسان، ولديها أمل أن يبقى هذا الفريق ممثلا عن محافظة ميسان. كرة وصلت عند حارس المرمى، يلعب الكرة عالية، كرة بالراس لا زالت خطيرة. نصف ساعة يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي في هذا النقل الحصري وهذا النقل المباشر والاستثنائي. 5 مباريات في توقيت واحد، مباريات مثيرة في ختام دورنا. لاحظ هذه اللقطة الماضية، وبالتالي صافرة ومخالفة لمصلحة نادي نفط ميسان
على فكرة نادي نفط ميسان لديه غيابات في مباراة اليوم، 3 غيابات، لديه علاء سعد وأحمد السروري وعلي لطيف يغيبون عن صفوف نادي نفط ميسان في هذه المباراة. على الجانب الآخر نادي الغراف أيضا لديه غيابات كبيرة، لديه حوالي 6 غيابات. نعم، إبراهيم عالمة، كذلك فابريس أكبوتشو وبلند أزاد وحسين طارق. لكن لدينا كرة لمصلحة نادي نفط ميسان، هذه فرصة خطيرة ولكن تدخل وإبعاد والكرة مرت إلى تماس. كذلك يغيب بصفوف نادي الغراف حسين طارق ومقتدى سعد للالتحاق بصفوف المنتخب الأولمبي، وكذلك أنيس المعاري الذي أيضا التحق بصفوف المنتخب اليمني. لا شك في ذلك، غيابات مهمة، 6 غيابات بتشكيلة نادي الغراف، بينما 3 غيابات بتشكيلة نادي نفط ميسان في هذه المباراة. الكرة مرت إلى رمية تماس، أجواء حارة في ملعب اللقاء، كرة لأحمد ناظم، ولكن الأجواء حارة والمباراة أيضا فيها حرارة وفيها إثارة، والجماهير التي ترسم أجمل اللوحات هنا في مدرجات ملعب الناصرية. يا سلام، هذه كرة خطيرة والحارس يتألق، الحارس يتعملق من جديد، حارس نادي الغراف في اللقطة الماضية مجتبى محمد. الله على تألق ممتاز لهذا الحارس مع كل الفرص التي حاول بها نادي نفط ميسان من تحقيق الهدف، ولكن حارس المرمى تألق وأبدع وأنقذ فريقه من فرص كانت خطيرة جدا. كرة عادت بالخلف عند حارس المرمى أمجد رحيم. لاحظ هذه اللقطة الماضية كانت من فقار عبد، هو لقطة كانت خطيرة وفرصة وكرة كانت صعبة. مثل هكذا كرات هي صعبة على الحراس، الكرات الأرضية، لكن مثل هكذا أخطاء نادي الغراف يحاول استثمارها، ولكن الدفاعات الميسانية حاضرة. كرة على جهة اليسار، ديمي داود يلعب الكرة عالية لمصلحة فقار، يلف ويدور يبحث عن مساندة لنادي نفط ميسان. هذه كرة خطيرة لفرسان المملكة، فرسان المملكة يحاولون في آخر ما تبقى من أحداث هذا الشوط. كرة خطيرة لنفط ميسان، هذه كرة الله، ولكن الإبعاد إبعاد من حارس المرمى، إبعاد ممتاز في توقيت مناسب في الزمان والمكان، والكرة مرت إلى ركنية، إلى ركنية. لاحظ هذه كرة ديمي داوود، خطير بكراته، خطير بعرضياته، خطير بتسديداته، ولكن بعد في المثالي في اللقطة الماضية كانت من علي خالد مدافع نادي الغراف في اللقطة الماضية. لازلنا أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان في أحداث هذا اللقاء في ختام دورينا، وجماهير مستمتعة بالأجواء، مستمتعة بأحداث هذا اللقاء في ختام الدوري. دوري طويل، دوري مر بمحطات طويلة، بمحطات شاقة، بمحطات فرح وحزن. بالنسبة لهذا الدوري موسم طويل، محطات فرح، محطات حزن، سفر، فوز، خسارة، ضغوطات، مخاوف، تعثرات، مواقف، تحديات. موسم كان طويل وموسم شاق، أجواء حارة، أجواء باردة، واليوم يسدل الستار على ختام دورينا في هذا الموسم 2025-2026. الركنية الثانية لنفط ميسان، اللعبة كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، ولكن مرة أخرى الكرة عادت لمصلحة نادي الغراف على جهة اليمين، ولكن انقاذ بشكل ممتاز للدفاعات الميسانية. الكرة لا زالت فقار يبحث عن مساندة، ينقل الكرة بشكل ممتاز، هذا ديمي، هذا داوود، ولكن أحمد ناظم في توقيت مناسب ومثالي
يلعب الكرة أمامية، وصلت عند حارس المرمى أمجد رحيم. مرة أخرى لمصلحة نادي نفط ميسان. بالنسبة لنادي الغراف الذي يمثل حالة خاصة من الشغف الكروي في محافظة ذي قار. هنا العزيمة التي لا تلين، هنا الإصرار الذي يتحدى الصعاب، الفريق الذي يولد من رحم الشغف ليصنع لنفسه مكانا تحت الشمس. هنا تتربص وتنتظر اللحظة الحاسمة لتنقذ على النقاط الثلاث، وتثبت للجميع أن كبرياء هذا النادي لا يماس. وعندما يرتدي الغراف قميص التحدي تصمت كل التوقعات، وتتحرك الأقدام لتكتب فصلا جديدا من فصول العطاء على أرضية الملعب. هكذا هو نادي الغراف. كذلك بالنسبة لنادي نفط ميسان الذي يمثل نبض ميسان من أهوارها الشاهدة على التاريخ إلى شوارع العمارة النابضة بالحياة. الكل يقف خلف الفرسان منتظر فرحة كروية تليق بوفائهم. بالنسبة لنفط ميسان هذا الإصرار وهذه المدرسة الميسانية هدوء وثقة ومحاولة لتحقيق هدف في الوقت المناسب. كتيبة الفرسان تتحرك بانسجام تام. كرة من جديد مرة أخرى لمصلحة نادي الغراف. كرة مرت إلى رمية جانبية، رمية تماس. عناد ميساني كروي في أرضية الملعب، لا يريدون أن يفرطون بأي كرة في هذا اللقاء، في هذه المباراة الحساسة، في هذه المباراة المثيرة والنارية. كرة عادت لمصلحة نادي نفط ميسان. كرة من جديد. طبعا التقى الفريقين في هذا الموسم مرة في الدوري ومرة في بطولة الكأس في هذا الموسم مرتين، هذه المرة الثالثة لأنهم التقوا في بطولة الكأس أيضا. في تلك المباراة فاز نادي نفط ميسان على الغراف بهدف، بينما مباراة الدوري التي كانت في الجولة الثالثة فاز الغراف بهدف. هذه المباراة الثالثة في هذا الموسم، لكن لمن ستكون؟ هل ستنتهي حبايب تعادل، وإما سنشاهد شيء جديد في قادم الدقائق؟ نفط ميسان ينقل الكرة بثقة، يحاول أن يستحوذ على الكرة، يسيطر على مجريات المباراة في محاولة. يعني نفط ميسان حقيقة كان أفضل من خلال الشوط الأول، كان الطرف الأخطر في هذه المباراة. كرة عالية للأمام لا زالت لمصلحة نفط ميسان. هذا فقار، حاول فقار عبد يعود الكرة بالخلف، لا زالت خطيرة لأبناء ميسان. نفط ميسان لا زال يحاول، خطير بهذه اللحظات بهذه الدقائق. محمد سلام يعود الكرة بالخلف، نقلات خطيرة لنفط ميسان. الكرة من جديد لكن مرت وطالت على مصطفى عبد الجليل، وروح رياضية كبيرة لمصطفى عبد الجليل. أجواء جميلة هنا في هذه المباراة. اللقطة الماضية اللي كانت بينه وبين الكابتن حسن كمال المدرب المساعد للكابتن قحطان شتير. مسيرة طويلة بالنسبة لقحطان شتير في الدوري، درب الصناعة، النجف، الشرطة، الطلبة. كرة خطيرة لمصلحة نادي الغراف. جماهير الغراف تتفاعل مع كل كرة، مع كل فرصة، مع كل محاولة بأقدام لاعبي الغراف. ولكن وصلنا إلى الدقيقة 40 والدقائق الخمسة الأخيرة من ختام هذا الجزء الأول وهذا الشوط الأول من أحداث هذه المباراة، من أحداث هذا اللقاء. نفط ميسان يحاول، داوود خطير، ولكن مرة أخرى الدفاع. بالنسبة للدفاع نادي الغراف، حسن داخل كشاش، كابتن وقائد أحمد ناظم، أمير عبد الله لمصلحة الغراف. بهذه اللحظات تقدم لأمير، يغير اتجاه من هناك على جهة اليسار لحسن داخل كشاش.
يبحث عن مساندة، حاول أن يغير الاتجاه، يعود الكرة بالخلف من علي خالد. تقدم لسلمون، سلمون تشارلس يلعب الكرة عالية بالراس. مصطفى لا زالت خطيرة، فرصة محاولة للغراف، ممكن التسديد. الله، هذه لقطة وهذه فرصة حاول بها الكشاش، حاول بها حسن داخل أن يدخل الكرة في الشباك، ولكن مرت بأمان. هذه التسديدة هي فكرتها رائعة جدا، فكرتها جميلة، ولكن مرت وغادرت إلى خارج أرضية الملعب. كانت فرصة خطيرة لنادي الغراف، وتحركت بها جماهير الغراف، جماهير الناصرية. هذا البشير الغرياني الذي سبق والمثل اتحاد بن قردان التونسي. كرة على جهة اليسار، مصطفى عبد الجليل لمصلحة نادي نفط ميسان على جهة اليسار. تحضير بشكل ممتاز، ولكن صافرة، مخالفة، خطأ لفرسان المملكة. شوف هذه اللقطة الماضية كانت بين أحمد الحضري وكذلك محمد سلام. الغراف مع أنه المباراة لا زالت بتعادل سلبي لغاية الآن. نادي الغراف تعادل سلبيا 0-0 5 مرات في هذا الموسم من أصل 11 تعادل. الغراف تعادل 0-0 5 مرات في هذا الموسم من أصل 11 تعادل، بينما نادي نفط ميسان تعادل سلبيا مرة واحدة كانت أمام أربيل. وبالتالي نشاهد ونتابع، هل سيكون هنا تعادل سلبي آخر يسجل بسجل مواجهات ومباريات الفريقين في هذا الموسم؟ هل سنشاهد تعادل سلبي؟ إذا تعادلت المباراة سلبيا سيكون التعادل السلبي الثاني لنفط ميسان في هذا الموسم، بينما نادي الغراف الذي تعادل سلبيا كما ذكرت 5 مرات في هذا الموسم من أصل 11 تعادل، بينما نفط ميسان تعادل سلبيا مرة واحدة من أصل 9 تعادلات. نعم، هذه كرة خطيرة، فرصة جول، ولكن الكرة مرت وغادرت ربما إلى ركنية لمصلحة فرسان المملكة. نسيم صيود. نفط ميسان يبحث مثل هكذا كرات، مثل هكذا فرص. لاحظ بغفلة من دفاعات الغراف كاد أن يسجل فرسان المملكة. هذه كرة خطيرة، ولكن مرت وغادرت إلى خارج أرضية الميدان، خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الغراف. ديمي داود يعاتب الزملاء على كل فرصة، على كل محاولة في إحداث هذه المباراة. الغراف أيضا يمتلك حلول موجودة في دكة الاحتياط. الحديث عن فيديليس كوكو النسر النيجيري. كذلك على الجانب الآخر بالنسبة لنفط ميسان موجودين في دكة الاحتياط جعفر ناصر، كذلك ماثيو النيجيري. لا شك في ذلك، يعني نفط ميسان يلعب هذه المباراة ولديه غيابات مؤثرة. الحديث عن علاء سعد وعلي لطيف وكذلك أحمد السرور، أسماء مميزة وجيدة موجودة بتشكيلة نفط ميسان اليوم، هي غائبة في أحداث هذا اللقاء. على الجانب الآخر حتى الغراف أيضا لديه 6 غيابات في مباراة اليوم. كرة لمصلحة نادي الغراف. نلعب في الوقت البدل ضايع. حكم المباراة أشار بوجود 3 دقائق كوقت بدل ضائع على نهاية الشوط الأول من هذه المباراة. شوف هذه اللقطة الماضية، وهذه التسديدة باليسار بعيدة تماما إلى خارج أرضية الميدان.
نلعب حتى الدقيقة 47. كرة اللعب عالية، استلام حسن، نشاهد هدف يأتي في نهاية هذا الشوط. نشاهد ونتابع في أحداث هذا اللقاء. الكرة لا زالت من جديد ميسانية على جهة اليمين. هل هناك فرصة؟ هل هناك هدف يأتي في ختام هذا الشوط وفي ختام دورنا؟ الكرة لا زال، يا سلام، محاولة التوغل والمرور، ولكن الكرة مرت. هناك كانت حالة تسلل في اللقطة الماضية. التعادل السلبي لا زال سيد الموقف في أحداث هذه المباراة. كرة على جهة اليمين لمصلحة نادي نفط ميسان. حاول المرور مرة أخرى، ينقل كرة أمامية لكنها غادرت. رمية جانبية، الواضح في الصورة ناثانيل نانغولو محترف الكاميروني تشكيلة نفط ميسان الذي سبق ومثل صحار العماني بالنسبة لنانغولو. إذن أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، تأتي صافرة حكم المباراة معلنة عن نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي 0-0 بين نادي الغراف ونفط ميسان. أيها الأحبة تقبلوا تحياتي، إن شاء الله نلتقي مع بداية الشوط الثاني. استراحة قصيرة ثم لنا عودة. الغراف تصل أمامية، هذه جميلة، يا لها من فرصة، والكرة الله الله الله، حسين طارق يسجل أول أهداف المباراة. نعم، القادمون من الجنوب أبناء الناصرية يسجلون هدف المباراة الأول ويضعون بصمتهم. أبناء أوريدو، أبناء زقورة تور يسجلون أول الأهداف. نعم، من أجل الثلاث نقاط ومن أجل أن يضمن تواجده في دوري نجوم العراق. هذا حسين طارق اللي سجل في الكرة الأخيرة. يا لها من كرة، يا لها من لمسة. شوف هنا المحاولة بدأت من حسن، يا عيني يا حسن، يا عيني يا حسن على التمريرة، على اللمسة. الله الله يا أخي، الهدف وحده لمسة وتمريرة حسن كشاش، ووضعها على يسار وسام علي، وأعلن من خلالها أول أهداف المباراة للغراف. يسجلون، يتألقون، يبدعون في شوط المباراة الأول أبناء الناصرية. نعم، يسجلون في هذه. الله يا عيني يا عيني على السحبة. الله الله يا عيني يا حسن، يا عيني يا حسن كشاش. نعم، تغزلت بك منذ بداية المباراة. الآن يسجل للغراف ثاني الأهداف، وبأقدام من؟ الرائع والمتألق حسن كشاش يسجل للغراف. يا لها من مباراة، يا له من غراف هذا الذي يحضر بكل أسلحته. الله على الصورة هنا، الطفلة التي تبتسم والتي تفرح بهدف حسن كشاش، سجدة الشكر. يا لها من كرة رائعة جدا لحسن داخل، أعلن من خلالها ثاني الأهداف لنادي الغراف. هنا المحاولة بدأت من حسين طارق، عرضها، بعد ذلك وصلت. شوف الدخول، شوف الاختراق، شوف التقدم بدون متابعة، بدون أي مراقبة لحسن كشاش، يسجل من خلالها حسن داخل. ثاني أهداف الغراف، هدفين مقابل لا شيء.
عبد الأمير التمريرة على الطرف الأيسر، لا زالت من موسى، الكرة العرضية وجبار. الله 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 الله، الأمانة يعودون وهدف تقليص الفارق مع الدقائق الأخيرة لنهاية الشوط الأول. نعم، قلت لكم بأن بعد التغييرات التي أجراها وسام طالب يأتي ويتقدم من خلالها الأمانة إلى الأمام أكثر ويسجل مع نهاية الشوط الأول. هنا الله على الرأسية، يا عيني يا جبار، يا عيني يا جبار، أعلن من خلالها وضعها بسقف المرمى. السوري لم يستطع على التصدي للكرة الأخيرة برأسية جبار لأبمريرة. بعد ذلك واصلة البحث عن المساحات، البحث عن الوصول، البحث عن السبيل. الثالث قد يكون، الثالث قد يكون. يا جمالك يا حسن، يا جمالك يا حسن داخل، يا أخي جمال، يا أخي إبداع، يا أخي هنا الجماهير، هنا الجماهير تشجع وتفرح في هذه اللحظات بأقدام حسن داخل. ما شاء الله على حسن داخل، أي كرة، أي لمسة، أي تسديدة لهذا الفتى، للكابتن، لكابتن الغراف. يا لها من كرة، يا له من هدف رائع. شوف هنا المحاولة، هنا المحاولة اللي كانت لمصلحة الغراف، التمريرة وصلت. الله الله، يا عيني يا حسن، يا عيني يا حسن، يا جمالك يا حسن، يا إبداعك يا حسن. أعلن من خلالها هدف الاطمئنان لنادي الغراف، هدف الاطمئنان لنادي الغراف، ثالث الأهداف. جولة 37 دورينا. موتاري يحاول، أمادو أمادو أمادو، جول النفط. هدف لمحمد عدنان، محمد عدنان يسجل، محمد عدنان يفتتح باب التسجيل. كرة عرضية ممتازة من أمادو موتاري، ومحمد عدنان ما كذب خبر في اللقطة الماضية بتصويبة مباشرة، وبالتالي يسجل أول أهداف المباراة. هدف مقابل لا شيء، هدف جميل بمتابعة كانت جميلة، وبتصويبة كذلك كانت دقيقة وكانت جميلة، يودح داخل الشباك. هذه التمريرة الماضية، هل الحالة كانت سليمة؟ هذا أمادو، هنا موتاري. شوف، شاهد اللاعب، وبعد ذلك التصويبة بشكل مباشر، والتغطية التي كانت خاطئة من قبل المدافع في اللقطة الماضية. وسجاد محمد فاضل كان متأخرا في التغطية، وهنا التصويبة التي مرت الكرة بهكذا طريقة إلى داخل الشباك ليتقدم النفط بأول أهداف المباراة. تتحدث عن هدف كان فيه الزوراء في المباراة، أتحدث عنه. هجوم معاكس لمصلحة نادي الكهرباء. نهاد يلعب الكرة عالية، خطورة، الله، جول أول يأتي لمصلحة نادي الكهرباء. الله على العرضية، الله على الرأسية، وجول أول يأتي لمصلحة برتقال العاصمة. هدف يسجل، هدف رائع، هدف جميل جدا. الله على كرة عرضية، والله على كرة رأسية، هز الشباك، مرمى دهوك. هدف أول، العيدية تظهر لمصلحة نادي الكهرباء بهذه اللحظات. يسجل زكري، هدف رائع جدا، يسجل من صل التعديل يا عقيد. جول لصقور الجبال. سيابنت عقيد يحلق بصقور الجبال هنا في سماء نجوم العراق. هدف التعادل يأتي لمصلحة نادي دهوك، يسجل عن طريق القائد وقت الشدائد يظهر في المكان والزمان في الوقت المناسب. يسجل عقيد بهذه الطريقة، بهذا الشكل. الحارس في جهة والكرة في جهة، ودهوك 1-1، ولا واحد أفضل من واحد.
هذه المباراة القبل الأخيرة، وهناك جولة قادمة ختامية، وهذه خطيرة بالراس، فرصة جول، فرصة جول، هدف ثاني يأتي للكهرباء. يا له من سيناريو، يا لها من مباراة بالنسبة للكهرباء. هدف ثاني يسجل لمصلحة برتقاليا العاصمة، الهدف الثاني، هدف ثاني يسجل بهذه اللحظات. يا له من سيناريو يا علي مهدي. 2-1 يسجل بهذه اللحظات للكهرباء. لا يريدون لعب مباراة البلاي اوف، هكذا يسجل نادي الكهرباء الهدف الثاني. هدف ثاني يسجل لمصلحة نادي الكهرباء في ملعب دهوك أمام صقور الجبال، مرة أولى وثانية في الشباك. 2-1 تسجل بهذه اللحظات لمصلحة نادي الكهرباء الهدف الثاني، وفرحة كل لاعبي نادي دهوك. طائي تمريرة أموري، جول أموري فيصل، أموري فيصل. الله، شوف يا ولد الله، واحد من أجمل أهداف دورينا. هاي وين هاي من الأنبار لديالة، من الرمادي لديالة. يا ولد يا أموري يا فيصل، بهدف تاريخي، هدف رائع، هدف واحد من أجمل أهداف دورنا. يعني صاروخ أرض جو انفجر في شباك نادي ديالة. يفضل علاء وعودنا علاء على تسجيل الأهداف الرائعة، وليست فقط الكثيرة، الرائعة والكثيرة. الله وهذا مصداق على ما كنت أتحدث عنه علاء الدين الدالي. جودة أهدافه ليست فقط بالكمية بل أيضا بالإمكانية الرائعة بتسجيل الأهداف بشكل رائع، فهو يسجل كمية وجودة أيضا. يدون الآن هدف السبق لمصلحة نسور الحدباء بكرة ثابتة، بكرة رائعة، بكرة خرافية يسجل من خلالها هدف الأسبقية لمصلحة نسور الحدباء. هكذا نظر، وهكذا ركز، وهكذا اقتنص، وهكذا ركنها على يمين شومان، حتى لو جاء مع شومان حارس آخر أيضا الصعوبة تبقى للدفع بهذه الكرة الخطيرة والصعبة جدا على كبار الحراس، علاء الدين الدالي يسجل الهدف رقم 20 له في هذا الموسم، والهدف الأول في المباراة. علاء الدين يسجل ويدون. تصل لفريق نوروز إلى الأمام، كلاوديو مارادونا، حيث الخطورة، حيث الراسية، حيث التعادل لمصلحة الوافد الجديد محمد رضا، بمحاولة رائعة كانت بجملة من التمريرات من الوافدين جاءت بثمارها تغييرات ولي كريم، بتمريرة بداها الوافد الذي شارك حديثا كلاوديو مارادونا ومحمد دلاور، حتى محمد رضا وبضربة رأسية يسكنها في شباك الحارس عمران زكي، معلنة عن هدف التعادل، معلنة عن هدف العودة، معلنة عن استعادة الأمور إلى نصابها. هذه الكرة، هذه التمريرة عرضية ومن لمسة رائعة وعرضية مميزة. كلاوديو خطف الجميع وخدعهم بتمريرته التي قامت بمخادعة وسحب دفاعات الموصل، حتى جاء دلاور، حتى عرضها أرسلها، وعلى رأس محمد رضا الذي ينجح بإسكانها في شباك عمران زكي، والموصل وسط فرحة وردة فعل المدرب ولي كريم. هذا حبيب الوسلاتي على القائم القريب، ومسوفا سايمون مسوفا يفتتح التسجيل وتاسع أهدافه. الله على التنزاني سايمون مسوفا يباغت دفاعات الميناء. اليوم هو حاضر
من بداية المباراة. لاحظ الإعادة دون رقابة لدفاعات الميناء على سايمون مسوفا اللي يضعها في المرمى وفي سقف المرمى لفريق الميناء. هدف للطلبة. الله على الهدف، الله على الهدف. دون رقابة من دفاعات الميناء على سايمون مسوفا اللي وضعها بقوة وبرأسية في مرمى الحارس عمار علي ليفتتح الطلبة التسجيل في مرمى الميناء. هدف للطلبة، لا شيء للميناء. بداية قوية للأنيق. مصطفى محمد معا حبيب الوسلاتي على عبد الزهرة وأيضا سايمون مسوفا والميناء يعدل. جول! هدف التعادل، هدف التعادل للسفانة كرار. حلوة اللقطة. لاحظ الإعادة ياسين سامية بدخوله إلى المباراة وبالتالي كان ضغط من ماسس آرتن وكرار يباغي الدفاع الطلبة ويضرب بقوة ويسجل هدف التعادل لصالح الميناء. هناك قد تكون عودة إلى الفار. هل كان ياسين سامية متسلل؟ لكن حكم المباراة يشير إلى وجود هدف لفريق الميناء. 1-1 النتيجة. لاحظ الإعادة قوية كانت من كرار جعفر يسكنها في مرمى الحارس سجاد محمد يعدل النتيجة. أمام حسين زياد يعود لأمير صباح. هل تأتي العرضية؟ مر وتقدم في الكرة الأولى ثم تأتي العرضية. هذه جول. فعلها القيثارة وسجل. فعلها عبد المجيد أبو بكر وحرك مدرجات القيثارة ليأتي بأول العيديات، بأول التهاني، بأول الأهداف. يوه على كرة، يا على عرضية أرسلها بهذه الطريقة أمير ووصلت إلى الواضح بالصورة عبد المجيد أبو بكر ليوقع على ثاني أهدافه. كرة سكنت شباك الحارس جعفر شنيشل. هذه المرة لن ينجح بالتصدي والإيقاف. شوف الإعادة، شوف وجد نفسه في منطقة الجزاء، لكن شوف العمل يأتي من أمير صباح. استقبل كرة مر من حسين زياد، أتى بكرة عرضية مميزة أخفق فيها دفاع الكناري في التغطية. عبد المجيد يا عيني لا يهدر مثل هكذا كرات. يضع هدف الأسبقية للقيثارة ويأتي بكرة على يمين جعفر شنيشل. هدف أول في المباراة، هدف يأتي بأقدام عبد المجيد أبو بكر. 1 إلى هنالك البحث عن طريق الكرات العرضية عن ثاني الأهداف. ليونيل أتيبا داخل المنطقة، مر بالمهارة، يأتي بعرضية. هذا ثاني جول. جونيور سامبو خير دليل كلمة البديل الناجح. فعلها جونيور سامبو ليأتي بهدف الاطمئنان ليؤمن النتيجة ويأتي بثاني الأهداف للشرطة. أحمد صلاح ينجح بتغييراته ويأتي البديل جونيور سامبو ليوقع على ثاني أهداف الشرطة. هدف في وقت قاتل ربما ينهي من خلال أمور هذه المباراة. شوف التمريرة من هنالك عند البديل عباس، يأتي بكرة عرضية اصطدت ثم تحولت وعادت. ليونيل أتيبا بالمهارة حضر كرة، ولكن بعد ذلك دفاعات الكناري. كيف تترك مثل هكذا لاعب وحيد في منطقة الجزاء؟ يضعها أرضية زاحفة على يمين الحارس جعفر شنيشل معلنا من خلالها عن ثاني الأهداف ليأتي بحالة طرب وفرح هنالك في مدرجات الأخضر. يأتي بالتحية العسكرية لزميله على التمريرة المميزة من أيان ليونيل. هنا الكرة، هنا المحاولة ترسل فيها محاولة متابعة. هذا جول. الله الله الله. أول الأهداف، أول الضربات. غزلان البادية في اللقطة الماضية الدفاعات لم تكن متمركزة بالصورة الممتازة، وبعد ذلك لقطة الهدف وصلت ومن أول لمسة عن طريق عبد الله باسم يعطي الابتسامة، يقص شريط الافتتاح. يبدأ هذا اللقاء، يعلن عن أول الضربات، يسجل ويحتفل. لدينا كرة تلعب ترسل فيها متابعة موجودة. هذا جول. الله 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 الله. أول الأهداف النجف. غزلان البادية يعود
يعود ليعادل الكفة. كروز الكرة اللي أرسلت، لا وجود للراية والتسلل، وبعد ذلك المرة الثالثة ثابتة أضاع فرصتين من هناك، ولكن في الثالثة نجح وليمار وضع الكرة في الشباك، جعلها تعانق الشباك وأرسلها في مرمى فريق القاسم، معلنا عن هدف التعادل ليعود بفريق النجف مرة أخرى. كرة فيها محاولة، سجاد رعد إرسال العرضية رأسية موجودة، متابعة، الله الله الله، البديل، نعم نجح البديل، كان متأخرا بكرة وصلت، وبعد ذلك الرأسية، وقد يكون المدافع نعم الخطأ والنيران الصديقة في اللقطة الماضية عن طريق لاعب فريق نادي القاسم في اللقطة الماضية، من وضع الكرة في الشباك، من سجل في مرمى فريقه، من وضعها في مرمى فريقه، وبعد ذلك منح فريق النجف الأفضلية بكرة وصلت وبعد ذلك استقرت في الشباك. قد يكون المدافع محمد سعيد نعم هو من سجل في مرمى شباك نادي القاسم. مبروك جول. أبى أن يحتفل ورسلان حنون يسجل هدف التقدم. شوف بالإعادة كرة اللعب من بين المدافعين، ويعني إذا كان شك أكو دفع هذا يبقى لحكم المباراة ولغرفة الفار. بالدقيقة 84 هدف رائع للصقور يسجله رسلان حنون، والآن على المدرجات وعبر الشاشة يحتفلون بالتتويج. مبارك للصقور اللقب الثامن. تسلل أم هدف هدف أمان واطمئنان، والخامس عشر لهذا اللاعب على محمد جواد، وهدف ثاني يصنع هيثم جويني. هدف ثاني للهداف محمد جواد اللي ضاع فرصتين، وهدف التقدم وهدف الأمان والاطمئنان بهدفين مقابل لا شيء. الآن الصقور يتقدمون ويتوجون باللقب. التعاد بها إلى حسن، رائد من حسن، لا بخطأ وتمريرة، تصويبة قوية كانت ولا زالت. جول هولير كريستيان باركو الأرجنتيني يسجل أول أهداف اللقاء للكتيبة الصفراء. هنالك كتيبة الإمبراطور، وأمام أنظار الجنرال باسم قاسم، أمام القائد يسجلون، يفتتحون عن طريق الأرجنتين.
يلا. عودة من جديد أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، لأحداث الشوط الثاني من المباراة التي تجمع نادي الغراف بمواجهة نادي نفط ميسان في الجولة الأخيرة، الجولة 38 في ختام منافسات دورينا في هذا الموسم، موسم 2025-2026. لمن التحق بنا الآن الشوط الأول انتهى كما هو الآن، التعادل السلبي 0-0 خيم على أحداث الشوط الأول، ولكن المباراة كانت جميلة في شوطها الأول. شاهدنا فرص، شاهدنا أحداث، سلمون تشارلس يغادر ويدخل حسين فالح بهذه اللحظات بتشكيلة نادي الغراف. الغراف إذن يجري تبديل مع بداية الشوط الثاني. بالنسبة للكابتن قحطان شثير الذي يحاول في الشوط الثاني أن يكون مختلف لهذا الفريق، لأن الشوط الأول حقيقة نفط ميسان كان خطير وكان بالإمكان أن يسجل، ولكن شوط ثاني نشاهد ونتابع ونبقى نستمتع بأحداث هذا اللقاء في هذه المباراة في ختام دورينا نفط ميسان مع الغراف. لدينا فرصة لمصلحة أبناء ذي قار بهذه اللحظات داخل منطقة الجزاء لحسن داخل كشاش، يعود الكرة بالخلف، يلعب كرة عرضية ولكن وصلت عند حارس المرمى، وصلت لأمجد رحيم حارس مرمى نفط ميسان. المباراة لا زالت فيها أحداث مثيرة وربما سنشاهد المزيد في هذا الشوط من هذه المباراة، لأن نادي نفط ميسان يعني بالتأكيد لديه تنافس مع نادي أمانة بغداد على المراكز الأخيرة، على مركز 18. هذه كرة الله على فرصة أولى في الشوط الثاني. هو البشير غرياني كان خطير، كاد أن يسجل بكرة رائعة مقوسة، كانت خطيرة جدا لنادي الغراف بفرصة كانت خطيرة لأبناء ذي قار. هذه اللقطة الماضية اللي وصلت لأمجد رحيم. الشوط الثاني ماذا سنشاهد في أحداث هذا اللقاء في هذه المباراة في هذه الأجواء الجميلة، في هذه الأجواء الساحرة، في أجواء مثالية هنا في المستطيل الأخضر في ملعب الناصرية الدولي بهذا الحضور الجماهيري الجميل. كرة لنفط ميسان لكنها مقطوعة، عادت لمصلحة أحمد ناظم. استلام للبشير غرياني، محاولة صناعة فرصة جديدة، نقلة للأمام لمصلحة الكشاش للبشير من جديد. مصطفى قطع ممتاز، رضا يحاول بشكل ممتاز، تقدم بمهارة، يبحث عن مساندة، يعود الكرة على جهة اليمين. مصطفى يلعب كرة من جديد لفقار من جديد. هذه كرة لا زالت لمصلحة كريست ميلفز، لعب الكرة من هناك على جهة اليسار، نقلة بشكل خطير لمصلحة نفط ميسان بهذه اللحظات. ممكن لعب كرة عرضية هنا، سدد لكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الميدان. كانت من نسيم صيود في اللقطة الماضية، مرت إلى خارج أرضية الملعب. نسيم صيود الذي كان يلعب مع نادي النجف بالنسبة لنسيم. لكن شوط ثاني ماذا سنشاهد في هذا الشوط في هذه المباراة؟ لدينا القوة الجوية متقدم بهدفين على زاخو، وهناك تعادل سلبي لا زال قائم بين أربيل وأمانة بغداد، والتعادل السلبي أيضا هنا قائم. نعم، الحذر سائد في أحداث مباريات يعني مثل هذه المباراة، وأيضا مباراة أربيل مع نادي أمانة بغداد. هذه فرصة خطيرة ولكن الإبعاد واللقطة مرت من هناك إلى خارج أرضية الميدان إلى ركنية لمصلحة نفط ميسان. نعم، نفط ميسان لا يؤمن على هذه المباراة، يريد أن يحسمها، يريد أن يحقق فوز لكي يضمن البقاء، لكي يضمن الوجود في دور النجوم. هذا ديمي داوود لمصطفى، خطيرة لمصلحة نفط ميسان. هذه فرصة خطيرة، ديمي داوود عرضية وخطيرة بالرأس ولكن مرت رأسية، مرت إلى خارج أرضية الملعب. كانت لمصلحة ناثانيل نانغولو
المحترف الكاميروني بتشكيلة نادي نفط ميسان الذي سبق والمثل نادي رفاع البحريني. بالنسبة لناثانيل نانغولو المحترف الكاميروني كرة اللعب عالية للأمام في وسط الميدان، لمسة عادت من جديد لمصلحة نفط ميسان في هذه المباراة الجميلة، لكن الكرة قطعت، عادت مرة أخرى لنفط ميسان. المحاولة لا زالت مستمرة بالنسبة لأبناء ميسان وأبناء الناصرية. الكرة على جهة اليسار البشير، خطير خطير، هذه كرة خطيرة لمصلحة الغراف، يبحث عن الأهداف، يبحث عن الجول. سدد هذه اللقطة ولكن وصلت عند حارس المرمى عباس فوزي، سدد ولكن وصلت لأمجد رحيم. أمجد رحيم يتصدى، لاحظ تسديدة باليسار قوية، ولكن أمجد رحيم دائما في الزمان والمكان، في المكان المناسب يتصدى لهذه الكرة. تعليمات مستمرة للسواليو واتارا محترف الإيفواري الذي سبق واللعب للاتحاد الاسكندري المصري. كرة لا زالت لمصلحة نفط ميسان على جهة اليسار، هذا فقار خطير، الله على فرصة هدف كادت أن تسجل في مرمى الغراف. نفط ميسان خطير جدا بهذه اللقطة، بهذه الفرصة كاد أن يسجل، ولكن كرة مرت بأمان على مرمى الغراف. لكن يا لها من فرصة، يا لها من محاولة، ماذا لو جاءت بالراس، ماذا لو وصلت وسددت على المرمى، ولكن مرت ولا زال هناك أيضا متابعة موجودة في تقنية الفار. هذا فقار بعرضية، نسيم صيود كاد أن يصيدها في اللقطة الماضية، وكاد أيضا محمد سلام أن يسددها، ولكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الميدان، ربما فيها ركلة مرمى أو ركنية، صدام بينه وبين حارس مرمى نادي الغراف مجتبى محمد، والكرة مرت إلى خارج أرضية الميدان، خارج أرضية الملعب. نفط ميسان تحدث عن الفريقين وفي هذه المباراة طالما لا زالت الشباك خالية من الأهداف. نفط ميسان حافظ على شباك نظيفة 3 مباريات في هذا الموسم، 3 مباريات حافظ نفط ميسان على شباك نظيفة في هذا الموسم. هل ستكون هذه المباراة الرابعة؟ بينما نادي الغراف، هذا جمهور الغراف يشجع ويؤازر، لا زال يتابع المباراة بشغف وحماس. هذه الجماهير الرائعة، جماهير الغراف جاءت من أقضية ونواحي الناصرية من كل مكان. جماهير الناصرية عموما تشجع الغراف في هذا اللقاء. كرة اللعب عالية بالراس من جديد، لا زالت لمصلحة أبناء ميسان على جهة اليسار. هذه كرة لا زالت من هناك، ولكن عادت لدفاعات نادي الغراف. كرة من جديد مرة أخرى، لعب تحت الضغط والخروج بالكرة بشكل ممتاز جدا لنادي الغراف في اللقطة الماضية. هنا الصافرة ومخالفة وخطأ. تتحدث عن الحفاظ على الشباك النظيفة. نفط ميسان حافظ على الشباك النظيفة في 3 مباريات، لكن نادي الغراف حافظ على شباك نظيفة في 11 مباراة. 11 مباراة الغراف شباكة خالية من الأهداف في هذا الموسم، وبالتالي يحاول كلا الفريقين أن يحافظون على شباكهم نظيفة في هذه المباراة، خاصة بالنسبة لنفط ميسان الذي لا يريد أن يخسر هذه المباراة. كرة من جديد لمصلحة نادي الغراف، هذا أمير
هنا سدد الله، تسديدة صاروخية في محافظة الناصرية، ولكن مرت إلى خارج أرضية الميدان من الناصرية إلى ميسان، والكرة إلى خارج الميدان. الله الله، تسديدة باليسار، الله على الاثنين، الله على أمير عبد الله، والله على أمجد رحيم في هذا التصدي. تصدي رائع، تصدي ربما في تصدي الجولة، يعني كانت كرة خطيرة وسريعة، ولكن أمجد رحيم تألق في اللقطة الماضية، ولا زال أمير يحاول لعب كرة عرضية، ولكن الإبعاد هذه المرة من نسيم. الكرة لا زالت مرة أخرى لمصلحة نادي نفط ميسان، يحاول بالهجمات العكسية، حاول أن يسدد ويسجل من خلال هكذا الكرات المعاكسة قد تصنع الفارق وقد تصنع الحل لفرسان المملكة في هذه المباراة. هنا صافرة، هنا البديل الذي اشترك في الشوط الثاني حسين فالح، اشترك بدلا من سالمون تشارلس الكاميروني. زالت المباراة بتعادلها السلبي، لكن في أحداثها هي مثيرة، في أجواءها هي جميلة، في داخل المستطيل الأخضر، وفي هذه الصورة، صورة جميلة تأتينا من ملعب الناصرية دائما، وهو يمتلئ بالجماهير. كرة خاطئة مرت إلى تماس، إلى رمية جانبية. في هذه اللحظات، هذه المرة مصطفى محمد يلعب كرة على طريقة الركنية، لكن الدفاع حاضر ينقذ الموقف، يبعد الكرة من جديد بالراس. مرة أخرى عادت لمصلحة نادي الغراف، تقدم على جهة اليسار، حاول الغراف السيطرة على الكرة، الاستحواذ أكثر، الحد من خطورة نفط ميسان أيضا. كرة من جديد، هذا أمير يسدد مرة أخرى، ولكن عند حارس المرمى. سدد مرة ثانية بعد أن نجحت تسديدته الماضية، سدد مرة ثانية، ولكن أمجد رحيم حاضر، تسديدة لم تكن كما هي الأولى. كرة لمصلحة نفط ميسان على جهة اليسار. جماهير تشعر بكرة قدم وأجواء وهي مستمتعة. جماهير الفريقين في مدرجات الملعب ترسم أجمل اللوحات على المدرجات، وهي فرجة ممتعة للمشاهدين خلف الشاشات. حسن داخل كشاش، مخالفة. هذه اللقطة الماضية اللي كانت بينه وبين كريست ميلفاز، محترف من الكونغو، مخالفة لمصلحة القمصان البيضاء. هنا تبديل، حسين عبد الواحد سيشترك بهذه اللحظات ويغادر كشاش، سيشترك أيضا ربما أيضا فيديليس كوكو. فيديليس كوكو النيجيري سيشترك بهذه اللحظات، يغادر أحمد الحضري. يشترك حسين عبد الواحد ويشترك فيديليس كوكو، هذا النسر النيجيري. النسر النيجيري يريد أن يحلق في ملعب الناصرية أمام جماهير الناصرية في هذه المباراة. كرة على جهة اليمين، يلعب الكرة عالية بالراس والإبعاد. كرة مرت إلى تماس جانبية لمصلحة أبناء ميسان. اسمع صوت الجمهور، الجمهور لا يهدأ. فوران في مدرجات ملعب الناصرية، الجماهير مستمتعة في ليلة من ليالي حزيران في ختام الدوري.
مسك الختام. كلا الفريقين يحاولون أن صنع الفرحة لجمهورهم، بالنسبة لجمهور الغراف وكذلك لجمهور ميسان. الغراف بهذه التبديلات يبحث عن نتيجة إيجابية، يحاول أن يضغط أكثر، يعني بوجود فيديليس كوكو سيكون الضغط كبير على دفاعات ميسان. هذه خطيرة، ولكن في الأخير مرت إلى ركلة مرمى. فيديليس كوكو تبديل هذه المرة بصفوف النفط ميسان. محمد خضير يشترك بهذه اللحظات بتشكيلة نفط ميسان، ويغادر رضا محمد ويشترك محمد خضير. محمد خضير إذن يشترك بهذه اللحظات. هي الورقة الأولى التي يدفع بها المدرب الكابتن علي عبد الجبار في هذه المباراة. بالمقابل شاهدنا 3 تبديلات وتغييرات بتشكيلة الغراف. كرة بالراس لا زالت كرة أمامية، لا شك في ذلك. بوجود فيديليس كوكو في خط المقدمة سيصنع ضغط على دفاعات نفط ميسان، وبالتالي يحاول المدرب الكابتن قحطان شثير الحد من خطورة نفط ميسان واندفاعه للأمام من خلال وجود هذا الضغط، من خلال وجود هذا الثقل في الهجوم عن طريق فيديليس كوكو. هذه خطيرة نسيم، خطيرة نفط ميسان، فرصة جول، فرصة الهدف خطيرة، محاولة نفط ميسان بهذه اللحظات. الله، جول أول يأتي لمصلحة نفط ميسان. الله الله الله، الفرسان يتقدمون وبراية ميسان يلوحون. يسجل نفط ميسان ديمي داودا من أجل البقاء في الدوري، من أجل صنع رقم ثابت في دور النجوم. يظهر ديمي داودا السنغالي، سجل ديمي داودا. فرسان يتقدمون والجماهير يهتفون بهذه اللحظات. هدف يأتي لمصلحة أبناء ميسان. الله 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 الله، كرة ميسانية بنكهة الإعمار الأصيلة، عزيمة وإصرار ومتعة وعناد ميساني كروي في أرضية الميدان. الله على كرة، الله على لمسة. لاحظ هذه اللقطة هنا، ديمي داود الله، وضحى بإتقان بفن على يمين حارس المرمى. هذا داود. الله 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 على لمسة هداف. هو كل لمساته خطيرة، هو كل ضرباته خطيرة. سدد الله على هذه لمسة هداف، الوجود في منطقة الجزاء وعلى شكل ممتاز جدا، وضحى بأريحية بفن وإتقان في مرمى الغراف. سجل ديمي داود هدف أول، هدف من أجل البقاء في دور النجوم. هكذا يبحث فرسان المملكة وجماهير ميسانية تفرح بشكل كبير هنا في مدرجات الملعب، وهي فرحانة وسعيدة بهذا الهدف الذي سجل نفط ميسان. سيجعل نفط ميسان من أجل البقاء في الدوري. هكذا يبحث نادي نفط ميسان في هذه المباراة الذي يملك 39 نقطة، وبالتالي سيهرب من المركز 18. هكذا يبحث نفط ميسان. إذن الهدف يحتسب من حكم المباراة، وجماهير سعيدة فرحانة بهذا الهدف. هدف حقيقة أقولها ربما مستحق لنفط ميسان في هذه المباراة. لمن شاهد الشوط الأول نفط ميسان كان خطير، والآن سجل هذا الهدف عن طريق داوود، من كان الأخطر، من كان الأفضل بصفوف نفط ميسان. لكن نادي الغراف ستكون له كلمة بالعودة في هذه المباراة. هدف يحرك المدرجات الميسانية الموجودة الحاضرة في ملعب الناصرية. 1-0
مباراة ستشتعل أكثر في قادم الدقائق بالنسبة لنادي نفط ميسان في هذه المباراة. هذه لقطة الهدف. لاحظ نسيم صيود التحرك بشكل ممتاز في عمق منطقة الجزاء. محمد خضير، بعد ذلك داوود. الله على هدف فني جميل، هدف بتكنيك رائع من ديمي داوود. نعم، من أجل البقاء في الدوري هكذا يبحث، هكذا يريد الجماهير، هكذا تريد الجماهير الميسانية لهذا النجم الذي سطع بتشكيلة نفط ميسان في هذا الموسم. كرة من جديد لمصلحة نادي الغراف في وسط الميدان. حسين عبد الواحد، هدف بالتأكيد سيجعل المباراة أكثر إثارة، هكذا نتوقع. ونادي الغراف بإمكانياته بلاعبيه ربما سنشاهد شيء في قادم الدقائق من هذه المباراة. هنا ناثانيل نانغولو المحترف الكاميروني. كرة لمصلحة أحمد ناظم أيضا خبرة في الدوري. الجوية، الطلب، زاخو، رمية تماس لمصلحة نادي الغراف. يحاول عباس فوزي، حسين عبد الواحد مرة أخرى لمصلحة نادي الغراف. على جهة اليسار حسين فالح يتقدم للأمام، يحاول مرة أخرى أحمد ناظم يلعب الكرة عرضية وخطيرة. لا زالت الفرصة قائمة، فرصة لمعادلة النتيجة، لكن الله على حضور دفاعي وتغطية دفاعية كانت ممتازة في اللقطة الماضية. الغراف يبحث عن التعادل بهذه اللحظات، في هذه الدقائق. 3 تغييرات أجراها الكابتن قحطان كثير، لكن النتيجة كانت عكسية لمصلحة نفط ميسان. هنا الجماهير الميسانية سعيدة وفرحانة بهذا الفوز، بهذا التقدم لغاية الآن، بهدف عن طريق داوود، النجم الذي لا يغيب والهداف الذي لا يغيب عن أهداف نفط ميسان. دائما الحضور بالنسبة لديمي داوود. بالسلامة إن شاء الله لأمجد رحيم. الغراف لعب 18 مباراة في ملعبه هذا الموسم، فاز في 6 مباريات وتعادل في 5 وخسر في 7 مباريات في ملعبه هذا الموسم. بالتالي يحاول الغراف من خلال هذه المباراة أن يحقق نتيجة إيجابية، ولكن تخيل الغراف لم يفوز في آخر 5 مباريات لعبها في ملعبه. لم يفوز نادي الغراف في آخر 5 مباريات لعبها في ملعبه. آخر فوز للغراف على هذا الملعب كان في الجولة 25 على النجف. جولة 25 فاز نادي الغراف هنا بهدف على النجف، بعد ذلك تعادل مع أربيل وخسر من أمام الطلبة وخسر من أمام الميناء وتعادل من أمام ديالا وتعادل من أمام الكرخة. هكذا هي المباريات الأخيرة التي لعبها الغراف هنا في هذا الملعب. كما قلت آخر فوز للغراف في ملعبه كان في الجولة 25، والفوز كان على نادي النجف بهدف نظيف. حاول الغراف أن يعدل هذه النتيجة وهذه
عباس فوزي، لمسة عادت بالخلف مرة أخرى لمصلحة نادي الغراف. سيطرة بعد هذا الهدف. نفط ميسان الآن سيحاول الحفاظ على هذا الهدف، حاول كسب المزيد من الوقت للبقاء على هذه النتيجة وهذا الاستحواذ. بالنسبة للنادي الغراف هو يأتي لمصلحة نفط ميسان في كسب المزيد من الوقت. 70 دقيقة ونفط ميسان ممكن أن يلعب على الكرات المعاكسة، وبالتالي يأتي بهدف ثاني ربما ممكن لأبناء ميسان، لفرسان المملكة. فقار خطير، فقار مهاري، هذه كرة لكن وين؟ الكرة مرت إلى خارج أرضية الميدان، خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى لمصلحة نادي الغراف. شوف هذه اللقطة الماضية، تيمي داوود مع فقار توغل، حاول أن يدخل لكن كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. لكن هذه لقطة الهدف، هدف رائع، هدف فيه لمسة فنية، هدف فيه لمسة ذكية أتقنها بفن وإتقان لديمي داوود السنغالي، وضعها في شباك نادي الغراف السنغالي. كذلك على مستوى، على ذكر السنغال في مع منتخبنا الوطني إن شاء الله في كأس العالم، المجموعة التي يلعب بها منتخبنا الوطني التي تضم المنتخب النرويجي والمنتخب الفرنسي والسنغالي. وكل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا في هذا الاستحقاق العالمي التي نتمنى أن نظهر بصورة مشرقة في هذا المونديال من المكسيك إلى المكسيك. لكن هنا تبديل، علي محمد يشترك بهذه اللحظات ويغادر أحمد ناظم. الورقة الرابعة في تشكيلة نادي الغراف. علي محمد يشترك بهذه اللحظات ويغادر أحمد ناظم. كرة لمصلحة نادي الغراف على جهة اليسار. كرة من جديد. مباريات مهمة، 5 مباريات في هذا اليوم الختامي من مباريات دورينا. أربيل هناك متقدم، أربيل هناك متقدم بهدفين مقابل لا شيء. هنا نفط ميسان متقدم بهدف، وهذه النتائج تجعل نادي أمانة بغداد هو من سيلعب مباراة البلاي أوف مع نادي كربلاء. لغاية الآن لحد هذه النتائج أمانة بغداد لغاية الآن هو سيكون في المركز 18، بينما نفط ميسان بشكل ممتاز فوز وأمن على نفسه في دور النجوم في ختام الدوري. نلعب في الربع الساعة الأخيرة المتبقية من أحداث هذا اللقاء. المباراة هدأت بعد الهدف، كنا نتوقع أن نشاهد ردة فعل قوية للغراف، ولكن لغاية الآن مباراة هدأت بعد الهدف، لكن قد نشاهد هدف ثاني لداوود، لنفط ميسان، نسيم، الله
يتسدد نسيم صيود، ولكن حارس المرمى يتألق. حارس المرمى يتصدى مجتبى محمد، بينما لدينا كرة مرة أخرى للنسر النيجيري. فيديليس كوكو، فيديليس كوكو، هذه كرة خطيرة ولكن وصلت لأمجد رحيم. كرة وصلت من فيديليس كوكو لحارس مرمى نفط ميسان. حاول نفط ميسان كسب المزيد من الوقت. هنا هدوء في الملعب، لكن الهدوء غير موجود في المدرجات. لمن يستمع صوت الجماهير، هي تشجع وتهازر، والهتافات مستمرة، الأهازيج الرائعة ودق الطبول لجمهور الفريقين، خاصة للجماهير الميسانية بعد هذا التقدم. كرة من جديد لمصلحة نادي الغراف. خمسة 75 دقيقة. نفط ميسان، هذا الفريق المميز، فرسان المملكة. أفضل مركز لنفط ميسان كان المركز الخامس 2018-2019 تحت قيادة الراحل أحمد دحام. سجاد جبار سيشترك بتشكيلة نفط ميسان، ويغادر فقار عبد. نعم، فقار عبد يغادر ويشترك سجاد جبار. الورقة الثانية التي يدفع بها الكابتن علي عبد الجبار. الإصرار الميساني كان قوي في هذه المباراة من أجل البقاء في الدوري. هذا فيديليس كوكو، هذا النجم الذي تألق وتعملق في هذا الموسم مع نادي الغراف. فيديليس كوكو اللي طبعا لديه 17 هدف. متألق فيديليس كوكو، متألق فيديليس كوكو. كذلك بالنسبة لديمي داوود الذي سجل هدفه الخامس عشر اليوم في هذه المباراة. كرة من جديد، نقلات لمصلحة نادي الغراف، عادت بالخلف مرة أخرى. بالنسبة للكابتن علي عبد الجبار يقود نادي نفط ميسان، وكذلك حتى بالنسبة للكابتن حسن كمال مساعد مدرب الغراف الذي تحدث في المؤتمر الصحفي وقال حاول أن ندخل المباراة بعقلية الانتصار حفاظا على سمعة الفريق وعلى جمهوره. ولكن بالتأكيد الإصرار الميساني كان قوي في هذه المباراة. طبعا مباريات يوم أمس نادي ديالى حقق فوز على نادي دهوك بهدف مقابل لا شيء. كذلك طبعا نادي النفط الذي حقق فوز على نادي نوروز بنتيجة 2-1. الموصل حقق فوز على القاسم بثلاثية على نادي القاسم. معاناة نادي القاسم والنجف في هذا الموسم والهبوط، نتمنى التوفيق للنجف وللقاسم في العودة من جديد لدور النجوم. طبعا نادي الطلبة الأنيق الطلابي الذي تعادل في مباراة يوم أمس مع نادي الكرخ بهدف لهدف. طبعا النجف كانت لديه صحوة متأخرة في مباراة الأمس والفوز على نادي الزوراء بهدف مقابل لا شيء. هكذا هي مباريات
يوم أمس، وهنا الجماهير محتفلة سعيدة في هذه الليلة الميسانية. نعم، ليلة ميسانية لغاية الآن، ليلة البقاء في دور النجوم، ليلة تثبيت رقم نادي نفط ميسان في هذا الموسم. كتيبة فرسان المملكة تتحرك بانسجام تام، دفاع حديدي ينطلق من قيم الأرض وهجوم سريع كجريان الأنهار في الربيع. الفرسان يتقدمون وبراية ميسان يلوحون. كرة ميسانية ممتعة في هذه الأمسية، عزيمة وإصرار وعزف ميساني كروي في أرضية الميدان. مرة أخرى لمصلحة نفط ميسان على جهة اليسار، هذه كرة خطيرة، محاولة نسيم صيود، هذه فرصة جول. أوه. فرصة هدف كادت أن تكون قريبة يا نسيم، لكن مرت. كانت بالإمكان أن تنهي هذا اللقاء بفوز ميساني، لكن كرة مرت إلى خارج أرضية الميدان. بالنسبة للنادي الغراف، خلف هذا الشعار جمهور لا يعرف اليأس، جماهير الغراف التي تسير خلف الفريق في السراء والضراء وترسم في المدرجات لوحة الوفاء. هنا تبديل، يغادر مصطفى كوناتي، هذه كرة خطيرة، ويشترك حسين عادل. حسين عادل يشترك بهذه اللحظات، يغادر مصطفى كوناتي. تشيكينج بنالتي، نشاهد ونتابع. هل فيها ركلة جزاء لنفط ميسان؟ هل الحالة طبيعية؟ هذه اللقطة الماضية اللي كانت لنسيم صيود. حالة من التدقيق والمتابعة في غرفة الفار، مهند مناف ورضا عباس للتدقيق في تقنية الفار على اللقطة الماضية. هل فيها ركلة جزاء لنفط ميسان؟ هنا الجماهير الميسانية التي تتأمل وتتمنى أن تكون لقطة الختام فعلا، ومسك الختام أن يكون بهدف ثاني لنفط ميسان. هكذا يتأمل المشجع الميساني في هذه المباراة. تقدم ميساني بهدف في أحداث هذه المباراة. بالنسبة لنادي نفط ميسان، آخر مباراة لعبها نفط ميسان خارج الديار فاز على نادي القاسم ب5 أهداف ل2. وبالتالي بالنسبة لنادي نفط ميسان عنده إمكانية أن يكون مميز خارج الديار. حكم المباراة، مشاهد جميلة في مدرجات ملعب الناصرية لجماهير الفريقين، وحكم المباراة سيذهب بنفسه إلى تقنية الفار ليتأكد، ليشاهد، ليتابع ما إذا كانت فيها ركلة جزاء أو لا. حكم المباراة على سلام يشاهد الحالة أكثر من مرة، يدقق، يتابع. هسه تكون لقطة الختام لأبناء ميسان. هل فيها ركلة جزاء أم هي حالة تنافس طبيعية؟ حكم المباراة يشاهد ويتابع، يتابع الحالة أكثر من مرة
ليعطينا القرار. هل فيها ركلة جزاء تكون مسك الختام لنادي نفط ميسان في هذه الدقائق؟ آخر ما تبقى في هذه المباراة. هناك جماهير ميسانية لا زالت تحتفل في الملعب، وهناك جماهير ميسانية تنتظر فرحة خلف الشاشات وتنتظر ركلة جزاء، بينما حكم المباراة يشاهد، يتابع، يدقق، يشاهد الحالة مرة أولى ومرة ثانية ليعطينا القرار. هناك الرايات الميسانية ترتفع والفرح الميساني موجود في هذه الليلة، في هذه الأمسية من ختام هذا الموسم. هذه اللقطة هل فيها ركلة جزاء؟ نسيم صيود مباراة أكيد مباراة حاسمة، كل حالة فيها حالة مهمة، ونفط ميسان يبحث عن البقاء في هذا الموسم، وبالتالي كل حالة هي مهمة جدا. وحكم المباراة يتابع ويدقق، يشاهد الحالة أكثر من مرة ليعطينا القرار ما إذا كانت فيها ركلة جزاء أو لا. طبعا كل الحالات التحكيمية الذي طبعا غطاها برنامج انت الحكم في هذا الموسم عبر شاشة الوطن، لكن هنا حكم المباراة يعطينا القرار، فيها ركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة نفط ميسان. هي فرحة ميسانية، فرحة ميسانية للبقاء، فرحة ميسانية للفوز. هذه اللقطة ورا حكم المباراة يعطي ركلة جزاء لمصلحة نفط ميسان. لاحظ هذه اللقطة الماضية بين نسيم صيود وأمير عبد الله، وبالتالي ركلة جزاء. هكذا يشير حكم المباراة لمصلحة نفط ميسان. هي لقطة الختام ومسك الختام، سعيد وفرحة وبهجة وسرور وحماس وشغف للجماهير الميسانية في هذه المباراة، في ختام هذا اللقاء، في ختام هذا الموسم. نفط ميسان يبحث عن هدف ثاني ينهي الأمور تماما ويجعل ميسان يغرد في ختام هذا الموسم. من سيكون على التنفيذ؟ هو السنغالي ديمي داوود. هل يسجل ثنائية في مباراة اليوم؟ ديمي داوود اللي سجل هدف ال15، هل يسجل هدف ال16؟ ديمي داوود السنغالي، اللمسة الأفريقية والفرحة ميسانية على ملعب الناصرية. جول ثاني يأتي، نعم يا السنغالي ديمي داوود. الرقصة الأفريقية فرحة وسرور وبهجة للجماهير الميسانية بهذا الفوز، بهذه النقاط الثلاث. ديمي داوود يسجل ثنائية، هو تعملق في هذا الموسم، هو يسجل ثنائية في هذا اللقاء. هدف يسجل ديمي داوود، الحارس في جهة والكرة في جهة، وديمي داوود يتألق يسجل الهدف الثاني. 2-0 اللمسة أفريقية والفرحة ميسانية في ملعب الناصرية من أجل البقاء في الدوري. هكذا الفرحة الميسانية هنا في ملعب الناصرية، الفرحة كبيرة للجماهير نفط ميسان، ممثل محافظة ميسان في هذا الدوري.
هدف ثاني، نفط ميسان يؤمن على بقائه في هذا الموسم. نعم، بينما هناك تقدم بثلاثية لأربيل على أمانة بغداد، لكن لدينا كرة عرضية موجودة لا زالت لمصلحة نادي الغراف. يحاول أبناء الغراف، جماهير تحتفل في مدرجات الملعب على هذه الفرحة والبهجة في هذا اللقاء. 6 دقائق يضيفها حكم المباراة كوقت بدل ضائع على نهاية هذا اللقاء. نسيم صيود، كرة لا زالت من جديد لنفط ميسان على جهة اليمين. نفط ميسان الذي دخل المباراة بعزيمة وإصرار من أجل تحقيق الانتصار، وكان له ما أراد، كان له ما أراد. نقول مبروك للجماهير الميسانية على البقاء في هذا الموسم. كانت ليلة سعيدة لأبناء العمارة، وكذلك حتى كانت ليلة سعيدة لجماهير نادي الغراف ولجمهور الناصرية. يعني نادي الغراف هذا أول موسم في دور النجوم، وقدم لنا مباريات جميلة أيضا لابد أن يشكر حقيقة بالنسبة لنادي الغراف ولجمهور الناصرية الذي أضاف يعني لوحة رائعة جدا في هذا الموسم. نادي الغراف كان إضافة في هذا الموسم، وأبناء ومحافظة الناصرية تستحق من يمثلها في دور النجوم. يا سلام، هذا البشير حاول أن يمر، لكن تغطية وإبعاد وتدخل في اللقطة الماضية. هذا تبديل الآن، مصطفى عباس وكذلك حسين مطر. ناثال نيل نانغولو ربما غادر ويشترك مصطفى عباس مع حسين مطر، تبديلين بدفعة واحدة. يغادر مصطفى عبد الجليل، تقدم ميساني، فرحة كبيرة. وأيضا علي عبد الأمير، علي عبد الأمير يغادر محمد سلام بهذه اللحظات، ويشترك علي عبد الأمير. أيضا يغادر محمد سلام ويشترك مصطفى عباس. نعم، ناتاليان غادر وحسين مطر وعلي عبد الأمير ومصطفى عباس. آخر التبديلات التي يدفع بها الكابتن علي عبد الجبار بعدما يعني ضمن نتيجة المباراة وضمن هذا الانتصار. خلاص آخر دقائق وآخر دقائق في هذا الموسم. شكرا لكل الأندية التي قدمت لنا متعة في هذا الموسم، ولجمهور الناصرية خاصة، ولجمهور ميسان أيضا، ولجماهير زاخو ونوروز والقرمة وأربيل ودهوك والزوراء والجوية والشرطة والطلبة وكل الجماهير التي حضرت وساندت في ملاعب دورينا في هذا الموسم. ونتمنى ونتأمل من كل الجماهير الحضور باستمرار في الموسم القادم. بالتأكيد متعة دورينا هو بهذا الجمهور.
الصورة التي تركها نادي الغراف في هذا الموسم تركها من خلال جمهور الغراف، وكذلك بالنسبة لجمهور نفط ميسان الذي قطع المسافات وجاء هنا في ملعب الناصرية ليكون ويشجع ويساند نادي نفط ميسان من أجل البقاء في الدوري. لكن فيديليس كوكو 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 يا النسر النيجيري كاد وهرب، نعم هرب من الدفاعات الميسانية وكاد أن يسجل هدف تقليص الفارق. نعم هذا النسر النيجيري أراد أن يحلق وراد بأقدام أفريقية وقلوب سومرية. فيديليس كوكو أراد أن يقلص الفارق، ولكن القائم منع أصحاب الدار من هدف تقليص الفارق بهذه المباراة. فيديليس كوكو الذي وضع بصمته المسمارية في شباك الخصوم في هذا الموسم، هو قناص ومرعب الحراس، لا تخطأ كرات الشباك أبدا، لكن في اللقطة الماضية كأن القائم تحرك. وهنا إطفاء الأضواء الكاشفة في الملعب، ولكن تبقى الصورة لما رسمه طبعا هذا اللقاء، ما رسمه طبعا جمهور الفريقين في هذا اللقاء كان جميل. لكن هذا فيديليس كوكو وهذه اللقطة كأن القائم تحرك ليمنع أصحاب الدار من هدف محقق. لاحظ هذا الهدف الأول لتيمي داوود، والهدف الثاني أيضا اللي سجل من ركلة جزاء. السنغالي الحارس في جهة، الكرة في جهة، هدف بكل ثقة واقتدار وبفن وإتقان سجل تيمي داوود الهدف الثاني. هذا السنغالي الذي رسم الفرحة والبهجة لجمهور محافظة بيسان في هذا اللقاء. هدفين لنفط ميسان مقابل لا شيء للغراف. وهنا جماهير تحتفل، جماهير تعيش لحظات فرح وسعادة من خلال أحداث هذا اللقاء. نلعب في الوقت البدل ضائع، نتمنى العودة وإكمال آخر ما تبقى من هذه المباراة. نفط ميسان بهذا التقدم يضمن البقاء في دوري النجوم. كذلك بالنسبة للغراف الذي أيضا ترك بصمة جميلة في هذا الموسم في دورينا. نتمنى العودة للأضواء من جديد لتكملة آخر ما تبقى من هذه المباراة. ست دقائق التي أضافها حكم المباراة طبعا أربيل، تقدم على أمانة بغداد ب3 أهداف لهدف. لدينا طبعا القوة الجوية على زاخو ب3 أهداف لهدفين. وهنا آخر ما تبقى، ننتظر العودة لتكملة دقائق هذه المباراة، ربما آخر دقيقتين تبقت على نهاية هذه المواجهة في ختام دورينا، في ختام دوري نجوم العراق. الأضواء الكاشفة يعني قد أطفأت في بعد نهاية الشوط الأول، وتأخر انطلاق الشوط الثاني هذه المرة الثانية في هذا
اللقاء. لكن الجماهير لا زالت هي سعيدة وفرحانة. بالنسبة للجماهير الميسانية بفرحة البقاء في دوري النجوم في هذا الموسم. هي لحظات فرحة وبهجة وابتسامة لبقاء نفط ميسان في هذا الموسم. 6 دقائق أضاف حكم المباراة كوقت بدل ضائع. ننتظر إكمال آخر ما تبقى من هذه المباراة. أمانة بغداد في المركز 18 هو من سيلعب المباراة الفاصلة مع نادي كربلاء. الفرحة والسرور والبهجة، احتفالات للاعبي نفط ميسان بهذا الفوز، بهذا الانتصار، بهذا البقاء في دوري النجوم في هذا الموسم. هنا الجماهير جماهير محبة وعاشقة لم تغادر الملعب، لا زالت موجودة. ننتظر عودة الأضواء لتكملة المباراة. نتيجة واضحة، تقدم ميساني بهدفين مقابل لا شيء. سجل أهداف اللقاء ديمي داوود هنا. الاحتفالات موجودة للجماهير الميسانية السعيدة، احتفالات وفرحة وسعادة بالبقاء نفط ميسان في دور النجوم هذا الموسم. ننتظر العودة تقدم ميساني، فرحة ميسانية، احتفالات، وأكيد دموع الفرح للكابتن علي عبد الجبار. أكيد موسم طويل، موسم شاق، موسم متعب، فيه إخفاقات، تحديات، ظروف صعبة، محطات فرح، محطات حزن، وتختم في نهاية الدوري بالفرح، بالفوز. ولا شك في ذلك، هو فوز كبير أن يفوز نفط ميسان على الغراف في ملعب الناصرية. مبروك لنادي نفط ميسان على البقاء في الدوري، على هذا الفوز، على هذا الانتصار. وننتظر العودة من جديد لتكملة المباراة. هذه لقطات مختارة من مخرج المباراة، هي لقطات الهدف، لقطات الأهداف، أهداف ديمي داوود الثنائية أفريقية والفرحة ميسانية في ملعب الناصرية. هذا السنغالي سجل ورسم الفرحة والبهجة على أبناء ميسان
في هذه المباراة. مبروك طبعا جماهير نفط ميسان على هذا الفوز في مباراة اليوم. ننتظر عودة الأضواء لتكملة المباراة، دقائق المباراة بشكل قانوني لإطلاق صافرة الختام. ننتظر عودة الأضواء من جديد لتكملة دقائق المباراة، وهو يعني لم يتبقى سوى ربما 3 دقائق أو أقل من ذلك من الوقت بدل ضائع على نهاية هذا اللقاء. نقول مبروك لجماهير ميسان على هذا الفوز، على هذا الانتصار والبقاء في دوري النجوم. أيضا نقول مبروك لنادي الغراف على ما قدم في هذا الموسم. المستوى كان رائع جدا لنادي الغراف. ختام دورنا، الجولة الختامية في لحظاتها الأخيرة. الآن عادت الأضواء بشكل تدريجي في ملعب اللقاء هنا في ملعب الناصرية. وسنكمل ما تبقى من هذه المباراة. حكم المباراة علاء سلام الذي أدار المباراة مع الكادر البقية، مع الطاقم التحكيمي كرار أحمد وأحمد سلام وأمجد كامل ومهند مناف ورضا عباس. الطاقم التحكيمي الذي أدار المباراة في هذا اللقاء. ننتظر العودة من جديد وعودة المباراة. بعد إطفاء طبعا الأضواء الكاشفة، الآن عادت الأضواء بشكل تدريجي
للعب آخر ما تبقى من دقائق هذه المباراة. تقدم ميساني بهدفين مقابل لا شيء. سجل أهداف اللقاء ديمي داوود ثنائية ووضع بصمة رائعة سيبقى يتذكرها جماهير نفط ميسان في هذا الموسم. ننتظر عودة الأضواء بشكل كامل لتكملة مجريات المباراة. الشوط الثاني تأخر دقيقتين هي آخر ما تبقى من هذا اللقاء. كرة غادرت رمية تماس لنفط ميسان، كرة على جهة اليمين، لعب كرة عرضية. إذن أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، صافرة الختام، نهاية اللقاء. مبروك، ألف 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 مبروك للجمهور نفط ميسان لهذا الفوز، لهذا الانتصار والبقاء في دور النجوم. وأيضا نقول حتى مبروك للغراف على ما قدمه في هذا الموسم. أيها الأحبة أتمنى قد وفقت في أحداث ونقل وتعليق بالوصف على أحداث هذا اللقاء. تقبلوا تحياتي يوسف جميل، إن شاء الله نلتقي في أحداث قادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.